أهلا ومرحبا بكم في موقع كيداهم. نقدم لكم اليوم موضوع عن رجيم تخسيس الأرداف. من المعروف أن الأرداف تعمل على تخزين الدهون، ويمكنك الحصول على كربوهيدرات مفيدة لأنها تنهار ببطء، مما يتيح لك تدفق مستمر للطاقة دون تخزين الدهون. ويجب أن تتأكدي من أنك قمت بالحصول على 275 جرام من الكربوهيدرات و150 جرام من البروتين و34 جرام من الدهون. تحققي من اتباع خطة وجبة غذائية صحية تحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة، ونقدم لك نظام غذائي ناجح في تخسيس الأرداف. الإفطار فيه عبارة عن خبز أسود، فطائر التوت، شرائح من الديك الرومي. أما الغداء دجاج التاكو وخبز لفائف في التورتيلا. أما العشاء فيتكون من شرائح الديك الرومي وفتات خبز القمح وبطاطس مهروسة. يجب أن تغيري نمط حياتك، فالكسل بيؤدي إلى زيادة حجم الأرداف والسمنة عموما. لذلك يجب أن تكوني أكثر حركة، مثل الوقوف أثناء الفواصل الإعلانية في التلفاز مثلا، والقيام بالأنشطة التي تساعد على سرعة زيادة حرق السعرات الحرارية. والتمارين أيضا مفيدة لحرق هذه الدهون. اشتركي بسرعة معانا دلوقتي في قناة كيداهم من خلال زر سبسكرايب أو اشتراك اللي موجود أسفل الفيديو بالشكل ده.